السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبداو الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الفيديو ديال اليوم غادي نقدموا فيه مجموعة ديال النصائح والإرشادات باش تفوقوا في مادة الرياضيات وترجعوا تحصلوا فيها على نقاط عالية إن شاء الله، وباش تفرحوا الوالدين ديالكم. ف بلا ما نطول لكم مقدمه، يلا نبداو الفيديو. اول حاجه خاصك تعرفها كتلميذ هو ان الرياضيات ما كتعتمدش على الذكاء. ماشي ديك التلاميذ اللي كيجيبوا 19 20 هما تلاميذ عباقرة واذكياء. هذيك التلاميذ غير كيخدموا التمارين وصافي، مجتهدين بمعنى انهم كيبذلوا واحد الجهد كبير، كيخرجوا سيريات كتار وتمارين كتار وكيتبعوا في اليوتيوب. ماشي تلاميذ عباقرة ولا اذكياء. تقدر تجبر تلاميذ بصح اذكياء وما كيجيبوش 19 20، لان بكل بساطه الرياضيات كتعترف غير بالخدمه. كل ما خدمتي كتر كل ما كان افضل. دابا السؤال هو من غادي نجيبو هاد السلاسل هادو، من غادي نجيبو هاد السيريات؟ بكل بساطه اذا دخلتي غير اليوتيوب غتلقى بلع ديال القنوات كيشرحوا الدروس وكيقدموا سيريات مع التصحيح. اذا دخلتي مثلا غير جوجل وفتشتي مثلا في موقع الو سكول غتلقى بلع ديال الامتحانات، ماشي غير في المط، في جميع المواد. وهذا الموقع هذا بالضبط كان سبق لي هضرت عليه في احد الفيديوهات. اذا كنتم مهتمين رجعوا تفرجوه. وماشي غير موقع الو سكول، كاين بلع ديال المواقع في جوجل. غير كتب مثلا سلسله ديال الرياضيات في الدرس اللي خاصك غيطلعوا لك بلع، ماشي واحد ماشي جوج. المشكله ما كايناش في السلاسل من غتجيبهم، المشكله كاينه فيك انتينا. واش عندك الرغبه باش تخرج؟ واش بصح قادر انك تخرج سلسله كامله، ولا غير غتخرج تمرين واحد ولا جوج عاديه وغتقول صافي بارك؟ لكن المشكله اللي كيعانيو منها الغالبيه العظمى ديال التلاميذ هو انهم ملي كيبدا يخرج في التمارين وفي السلاسل كيلقى ان التمرين اللي كيبدا يخرجو كنلقاه صعيب وما كيقدرش يكملو. فهنا التلميذ كيعدل بكل بساطه، كيفقد الامل وكيكره الماده وكيقول بالناقص ماشي تمارين، بالناقص من اي حاجه. فالحاجه اللي خصكم تعرفوها هي ان هذه المشكله هذه كيعانيو منها 90% ديال التلاميذ. والمشكله هذه عندها الحل ديالها بسيط بزاف، ماشي شي حاجه صعيبه. بكل بساطة خصك تتعلم التدرج في التمارين. مثلا في القسم الاستاذ طبعا ملي كيشرح لكم الدرس كيقدم لكم مجموعة ديال الامثلة والتمارين التطبيقية. ملي ترجع للدار تكون باغي تعاود تراجع الدرس، لان ضروري خصك تراجع الدرس اما في يوتيوب ولا اي طريقة اخرى. المهم تراجعه. حاول انك من بعد ما تتيقن انك فهمتي الدرس، فهمتي ديك الشيء نظريا، حاول انك تنتقل ديك الشيء تطبيقيا وبدا بديك التمارين وديك الامثله التطبيقيه. فاذا لقيتي راسك انك قدرتي وتمكنتي من انك تجاوب عليهم بلا اخطاء، مزيان، ديك الساعه انتقل شي حاجه اعلى درجه. واذا لقيتي انك مثلا ما تمكنتيش منهم باقي كتخطا فيهم، فهنا عاود خرجهم او لا خرج شي تمارين من نفس النوعيه في داك الشيء اللي خطيتي فيه نتينا. وهذا تقدر انك تعالج هذا المشكل هذا ويعني تعلم كيفاش تدرج في التمارين. ومن بعد ما تتمكن من الاساسيات ديال الدرس وترجع عندك القدره ديال التخريج ديال التمارين البسيطه والمتوسطه، حاول انك تعلي النيفو شويه وترجع تخرج سلاسل صعب. وحاول ايضا انك تستخدم كرونوتين كتخرج باش تتعلم تخرج التمارين تحت الضغط، لان هادشي غادي يعاونك بزاف نهار الامتحان، بحيث انك غتقدر تخرج امتحان في وقت وجيز وما عاديش ما تعنيش بداكشي ديال الخوف والدهشه. كل ما خرجتي في الدار تمارين تحت الضغط وفي وقت واجد غيكون عنده واحد الاثر ايجابي عليك ان شاء الله. وواحد المشكل اللي كيوقع فيه بزاف ديال التلاميذ هو انهم ملي كيكونوا في الدار كيبغيو زعما يتدربوا على امتحانات وفروض تجريبيه. فكتلقى مثلا واحد الفرد تجريبي كيبدا يخرج فيه، من بعد كيدخل الواتساب، من بعد كيدخل اليوتيوب، من بعد كيدخل الفيسبوك، عاود كيرجع يكمل عليه، كيبقى شويه كيمشي يشرب، عاود كيرجع يكمل، عاود كيبقى شويه، عاود كيمشي ياكل، وكيبقى هيدا ماشي مجي. ماشي كيجلس وكيبقى خدام على ديك الفرد تيكمل عليه. لا، كيبقى ماشي مجي. كتجبروا انا واحد الفرد كيدوز فيه واحد النهار كامل. فنهار الامتحان ما يكونش عندك هيدا. نهار الامتحان كيكونوا عندك 2 ساعات خصك تخرج فيهم من الفرد. عقلك ما كيكونش متعود على هذا الشيء نهار الامتحان، فكيحس بالتلخبط.
يعني حاول أنك ملي تكون كتدرب على سلاسل ولا على فروض تجريبية، حاول أنك تلتزم بالوقت، يعني 2 ساعات صافي، بدا 2 ساعات عاد الكرونو قدامك، شد عليك باب، متبقاش يمشي ما تجي، صافي بقى خدام على هاديك السيرة حتى تكملها، باش نهار الامتحان باش نهار الامتحان تكون متعود على هادشي هذا، ماشي نهار الامتحان يعني كتجبرك انت خاتم تمارين نهار الامتحان ما كتجيبش النقطة بسبب هادشي. وحاول فوقاش ما قريتو شي درس الرياضيات في القسم، غير تجي للدار نيشان بدا تخرج التمارين وخدم له مزيان باش تزول عليك، ماشي نتا غدا امتحان مثلا عادك تينا نايض في الليل تقلب على الدروس اللي عندك يعني ما خصوش يكون فيك هاد العبث هذا. فالماط عنده واحد الأهمية كبرى، سواء كنتي كتقرا في الإعدادي لأن المعامل ديالو كيكون 5، أولا إذا كنتي علمي وكتقرا في الثانوي كيكون المعامل ديالو طالع عاود. حاول تعطيله القيمة ديالو، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا.